السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده بقى البطاطس البوريك، طعمها رائع جدا وبمقادير بسيطه جدا وسهله. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ والريحه كمان جميله جدا. حطيت طاسه وحطيت حبه زيت صغيرين، وجبت ربع كيلو لحمه، وشوحت اللحمه المفرومه كده في الزيت بتاع دقيقه كده، وبقلب. وجبت بصلايه مفرومه ناعم وبضيفها على اللحمه، بشوحها برضو كده. وجبت فص توم مقطع قطع صغيره، ضفته على اللحمه، بتدي طعم حلو قوي للحمه المعصجه التوم. وفلفل الوان مقطعاه قطع صغيره، وبقلب برضو كده. ضفت بقى البهارات، نص مكعب ماجي وبابريكا وفلفل اسمر وتوم وبصل بودر. بعد ما بشوح كده وتخش في السوا، بضيف نص معلقه صغيره ملح، وبستمر بقى كده في التقليب لحد الميه ما تنشف. اهي كده اللحمه المعصجه استوت. انا جبت كيلو الا ربع بطاطس، قشرتها وقطعتها مكعبات وحطيتها على النار، وضفت معلقه صغيره ملح، وغطيت بقى البطاطس لحد ما تستوي. لازم يا حبايبي البطاطس تكون مستويه وتكون ناعمه، وانا بهرسها تكون ناعمه جدا. انا كده طبعا البطاطس استوت اهي، بختبرها كده بشوفها استوت خالص اهي. بفضيها في بوله، بصفيها خالص من الميه، وبعد ما صفيتها بضيف نص معلقه صغيره فلفل اسمر ومعلقه كبيره سمنه. وضروري بقى تهرسيها وهي سخنه. انا ضايفه الملح وانا بسلق البطاطس، وضفت نص كوبايه كريمه، بتدي طعم جميل جدا للبطاطس. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. ضروري البطاطس تكون ناعمه جدا، بهرسها لحد ما تبقى البطاطس كده ناعمه. بعد ما هرستها كده بختبرها كده ناعمه خالص اهي. بجيب القالب وبدهنه سمنه كده، وبجيب سميد بتاع الحجازيه وبرشه كده في القالب، وباخد نص كمية البطاطس وافردها. اقسم البطاطس دي نصين وبفردها كده في القالب وبسويها. بعد ما سويت البطاطس كده، بجيب بقى اللحمة المفرومة اللي انا عاملاها وبفردها كده في قالب البطاطس وبسويها. وبعد ما سويتها كده، بجيب بقى جبنة موزاريلا او جبنة تركي مبشورة المتاح عندك، ومش عايزة دي اختياري، بس جربيها كده برضو وقولوا لي ايه رأيكم. الجبنه الموزاريلا بتدي طعم حلو قوي للبطاطس البوريه. وبجيب بقى نص البطاطس التاني في القالب كده على اللحمه المفرومه، وبحاول وانا بسوي البطاطس كده تكون سوا واحد، وبعمل بمعلقه كده عشان تبقى البطاطس مستويه. لما اجي اقطعها تبقى قطعه واحده، وبجيب بقى الجبنه الموزاريلا بحطها من فوق الوش، بتدي طبقه مقرمشه كده واللون الذهبي بتاعها الجميل. كده جاهزه قالب البطاطس باللحمه المفرومه. بكون مولعه الفرن على درجه حراره 180. بحطها بقى في الرف الوسطاني كده ربع ساعه نص ساعه حسب الفرن بتاعك. اجي بقى اول ما طلعت من الفرن اسيبها تبرد خالص. يلا بقى نقطعها. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. يا رب الفيديو ينول اعجابكم، وتشتركوا في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. ودي قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات. وده بقى الشكل النهائي للبطاطس. شايفين بقى جمالها بعد ما قطعتها. وبألف هنا عليكم يا حبايبي.